انتوا مين المنتج اللي كريم قاسم؟ الانتاج ده فلوس صرف ولا مفيش؟ انا كريم قاسم وبلعب شخصية فرانسيس في فيلم مادونا. جون فريد مخرج الفيلم، وشاركت في كتابة الفيلم وتأليفه، بس ما بلعبش اي شخصيات في الفيلم. انا بعد تجربة الحفرة كان ابتدى يجيلي عروض كتيرة لافلام قصيرة سواء كممثل او كمنتج، بس مفيش اي حاجة فعلا حركتني او لفتت انتباهي. بعدين لما جون تواصل معايا وعرفت ان هو من اسكندرية، اصلا فكرة ان هو من اسكندرية تحمست، لان انا عارف ان في مجموعة من الفيلم ميكرز او صناع الافلام، مخرجين مصورين ممثلين موجودين في اسكندرية، بس ما عندهمش الكونكشن مع القاهرة للاسف، لان الصناعة كلها هنا، في مواهب كتيرة مدفونة. بس فانا بعت لي الموضوع، اول ما قريته اتخضيت، ايه ده؟ موضوع جوه دير في كنيسه. فكرة بالنسبة لي كانت جديدة، بالنسبة لنا محدش خالص بيخش جوه العالم ده. وفكرة كمان ان جون عنده علاقة شخصية مع الكنيسة ومع المكان، فعنده انبوت وعنده رؤية لانه عاشها. انا كمان كنت في مدرسة كاثوليكية وكان فيها كنيسة كبيرة، وكان المسرح بتاع المدرسة كان تحت الكنيسة اللي هي في كوليج دراسة في الظهر. ما قابلته قعد وراني فيلم فايل بقى، اللي هو محضر بالظبط هيصور ايه، هيعمل ايه، اللوكيشن عامل ازاي. كنت رايح شوية كده ايه يعني نص نص. اول ما قعدت معاهم قلت اوكي، الشخص ده عنده بوتنشال وعنده حاجه هتروح في حته. انا ما كنتش المفروض ابقى منتج على الفيلم خالص، انا جاي امثل. وفي لحظه التنفيذ كان في دعم طبعا من جيزويت وبعض الجهات التانية، بس كان الدعم يكفي بس التصوير يومين، والفيلم كان تقريبا 15 مشهد. فقعدنا كده قعده انتاجيه بقى، اللي هو ازاي نحقق ده، فنقلل عدد المشاهد. وخدنا القرار، قلت له الفيلم ده لو عايزه يطلع بشكل لائق لازم يوم كمان. ان هي كانت تجربه غنيه جدا، انبسطت جدا لان انا عرفت على الشباب كلهم دول من اسكندريه. حتى فيلو باتر اللي هو مدير التصوير عنده 22 سنه، الناس حتى بتتخض لما تشوف الصوره تقول مين مدير التصوير ده؟ انتوا جبتوا مدير تصوير اجنبي ولا ايه؟ في مواهب في مصر، في مواهب مدفونه زي جون زي فيلو باتر، بس محتاجين نقله الاولى او ان هو يكونكشن مع حد في الصناعه او كده. وانا في الاخر اللي بيحركني هو سينما وقصص، ودي كانت قصه جديده. وانا كممثل كمان كنت متحمس جدا لفكره ان انا العب شخصيه فرانسيس في الدير والحياه اللي هي الروحانيه. الموضوع شيق جدا كله على بعضه بالنسبه لي، وكان تجربه حاسس ان انا لازم اروح هناك، لازم اروح اشتغل هناك واشوف العالم ده واشوف الناس دي. يعني هي كانت باكج بالنسبه لي كامل يعني. اتربيت اصلا في باك جراوند مواربه جدا، او تكاد تكون هي اللي كانت ظاهره في الفيلم. ده بالنسبه لي كان موضوع مخليني طول الوقت بحاول ادور او اشوف ايه الحاجات اللي ممكن تبقى جوه المكان ده او خارجه من المكان ده عامله ازاي. اللي هيحصل لو كان في شخص في حاجه لمبلغ من الفلوس متوقف عليه حياته وجي يطلب ده من مكان زي الكنيسه، اللي هيحصل في المعتاد وفي الطبيعي ان طبعا في جزء في مساعدات بتروح وبتطلع للناس دي. طبعا كان الموضوع دلوقتي هو ايرجنت عند الشخص اللي جاي ومفيش ما يكفي في الكنيسه لده. فمن هنا ابتدى الموضوع يكبر جوه دماغي كحدوته. هل المكان ده مقدس او مكان موجود عشان التحف والايقونات والحاجات اللي موجوده، ولا عشان الناس تصلي في المكان ده او تتعبد في المكان ده هي السبب في تواجد اصلا المكان ده؟ تو كاركترز المين عندنا كان كريم فرانسيس، كان استاذ عبد العزيز، كان الاب موريس. اثنين مختلفين خالص عن بعض، ولكن كان بيجمعهم زمان ان هم كانوا يعرفوا بعض، وكان ابوه كده يعني كان كل حد اكيد عنده جزء من الموضوع، لان هو بيبقى شايف ان هو لو المكان ده اللي كان ممكن يبقى بيحصل فعلا. بس في نفس الوقت برضو كان في سواء مني او من استاذ عبد العزيز، كان في برضو مش ان احنا جايين بنحط الانبوت بتاعنا كممثلين، لا احنا جايين برضو نكتشف هذا العالم. كنا خدنا منك حاجات كتيرة جدا. يعني انا اصلا وانا بكتب الفيلم انا منوب، احنا قعدنا مع اكتر من كاهن عشان بس يقرا ويراجع معانا الجمل الحواريه، عشان لغه الحوار. هو مش فيلم مسيحي، هو فيلم عادي جدا، فيلم دراما. حتى المشاهد اللي كانت بتبقى ليها علاقه بحاجات في الديانه المسيحيه هي برضو معموله ان هو الموضوع
from A to Z الناس بتفهمه سواء كان مسيحي او غير مسيحي. ان احنا نتكلم عن عالم معين لازم نبقى بحساسيه شويه لو العالم ده في سياق ديني. بس جون قال حاجه مهمه جدا، قال الفيلم ده مش مسيحي، هو فيلم احداثه بتحصل فين؟ جوه الدير ده. الفيلم الموضوع بتاعه ممكن يتناوله في اي حته، امريكا الجنوبيه مثلا، نفس الحدوته نفس كل حاجه، هي مش مرتبطه بمكان. جدير بالذكر ان احنا واخدين موافقه من الكنيسه ان احنا نصور هناك، فده في حد ذاته ان الكنيسه اوريدي كانت محتضنه المشروع. كان في احساس بالاطمئنان ان حتى الكنيسه شايفه ان الموضوع مفيهوش اي حاجه مخله، مفيهوش افكار مثلا ضد الدين، مفيهوش افكار ضد الكنيسه، مفيهوش اي حاجه من الحاجات دي خالص. حتى في التصوير احنا بنصور جوه الدير، احنا معانا الابهات الحقيقيين كانوا معانا وبيورونا ازاي نلبس الروب وازاي بنتحرك وازاي بنصلي. فلا كان في احتواء يعني، برضو للظروف ده ما كانش في يعني فلوس ولا ان اخد اجر ولا اقعد في اوتيل ولا كده. بس كان الدير يعني احب اشكرهم جدا، كانوا عرضوا عليا ان انا ابات عنده في اوض هناك. الاوض ضخمه، اوضه قد الشقه دي مثلا بسقف 5 متر انا بت هناك، عشت الاجواء لان انا كنت عايز، انا اللي هو ينفع اعيش في الدير عندكم وبتاع. فدي كانت لطيفه جدا، وهم كانوا مرحبين جدا وكانوا بيساعدونا، وكتير منهم مثلوا معانا في الفيلم. الكاهن اللي كان بيسبورت الفيلم من الكنيسه او كان رئيس الدير يعني اللي في الكنيسه دي، ادانا المفتاح، قال لنا طلعوا اللي انتوا عايزينه انقلوه، اهم حاجه بس بعد ما تخلصوا التصوير، بعد ما تخلصوا اللي انتوا عايزينه رجعوا، بس مش عايز حاجه اكتر من كده. ساب لنا المفتاح ومشي. احتوونا احتواء، اكل كانت شرب جداً. نوم وحب وترحاب ومساعده في التصوير. كانوا متحمسين جدا جدا جدا، وانا احب اشكرهم يعني على دعمهم للفيلم، لان لولاهم الفيلم ما كانش البرودكشن فاليو طلعت بالشكل ده خالص. الفيدباك كله اللي بيجي لي مينلي على فكره البرودكشن فاليو. انتوا مين المنتج اللي كريم اسف ده فلوس صرف ولا مفيش؟ لا بس بصراحه هو كله جاي بجد يعني، هي مشيت كده كله جاي من عند ربنا بجد. احنا برضو الكنيسه كمان الاساسيه كنا هنصور فيها واتغيرت، بقت في اخر اسبوع بقت كنيسه تانية بقى احلى بكتير. كيلوباتر برضو كده طبعا مدير التصوير كان معانا في كتير، وكان الموضوع فجأة لينا ده يعني. كريم والناس اللي كانت جايه كلها كانوا بيتساءلوا مين اللي هيصور قبل التصوير، يعني مين اللي هيصور وهل البروجكت هيبقى تمام او لا. التصوير ده خصوصا في الاماكن الواسعه بالشكل ده صعب جدا التصوير، وفي النور وفي الاضاءات. الباتير يعمل الصوره اللي طلعت بالامكانيات دي في الاماكن الكبيره الضخمه دي، ده كان بالنسبه لنا حاجه يعني مفاجاه. لو عندي اوبشنز لاماكن كتيره انا هروح للاوبشن اللي الناس اللي فيه هتسبورت الموضوع شايفه احسن. وبس احتواء الناس في الدير للكرو الفيلم لمده 3 ايام، دي فضلت معايا جامد. طاقه الحب اللي ادوها لنا دي بانت في الفيلم. عرضنا في تريبولي في لبنان، وعرضنا في البحرين، عرضنا في اسيا. كانت اول عرض في مهرجان في الهند اسمه يوليستون، في مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة. كنا عرضنا في وعرضنا في الأقصر. عرضنا عرض برضو كان رينين كده، كان في برلين في ألمانيا. كان كل بروجكت بشتغل عليه ببعت لكريم قبل لما أبدأ أخد ستيبس في البروجكت. وانا يعني هو بيبقى عنده فيدباك، وانا للاسف لا 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 أنا بحب لا ده جدا. ما تضيعش وقتك يا ابني في المواضيع دي، بدمر له كل الافكار اللي بيجي له. انا بساله سؤال، انت عايز تعمل ده ليه؟ اول حاجه اول ما بلاقي الجواب مش تمام بقول له خلاص ده عامل الموضوع تاني. انت لازم تلاقي صوتك، انت عايز تحكي عن ايه الايدج اللي عندك مش عند التانيين، فبتكتشف صوتك مع الوقت. ما حدش بيتولد بيبقى عارف صوته، مش تجري تشوف ايه ده المهرجانات عايزه ايه او هم عايزين ايه فانا هديلهم الصوت بتاعهم. فهي دي تريكه طبعا، هي مش عند جون بس، هي عند مخرجين كتير شباب، اللي هو شوف ايه اللي كان بقى في المهرجانات وفيلم ايه اللي راح كان وتعالى نعمل زيه بقى، والموضوع بقى ايه تقطيع شرايين وبتاع. هو اللي الافلام بتاخد جوائز او بتروح مهرجانات هي بتتكلم عن حاجه حقيقيه جدا، الفيلم ميكر بيحكيها بطريقته لان هي خاصه بيه جدا. كل ما الموضوع بقى حقيقي وطبعا تناوله مختلف وجديد، ده اللي بيخلي الفيلم يروح اي مهرجان او اي حته او حتى تجاريا ينجح. انا فخور ان انا اشتغلت مع جون ومع فيلوباتر ومع الشباب كلها اللي من اسكندريه، تعرفت على العالم ده، وفي ال10 سنين الجايين هيبقى مخرج مهم جدا 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 جدا، من اهم 5 مخرجين في مصر. بس هو يكمل يشتغل على نفسه ويطور نفسه، وابقى خدني معاك بقى ساعتها لما اكون فنان قدير.